بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. جبت لكم واحد المسكوتشيه هايله بنينه وتجيكم خفيفه وفي نفس الوقت سهله. نروحوا نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. هنا في البول حطيت عندي 4 حبات تاع بيض، كاس زائد 2 مغارف تاع الفرينه، عندي مغرف كبيره تاع الكاكاو، عندي نص كاس تاع السكر، باكي تاع الخميره، لافاني، عندنا نص كاس تاع الزيت. رايحين نبداو في طريقه التحضير. هنايا في 4 حبات بيض درت لهم لافاني وراح نضيف عليهم نصف كاس تاع السكر ورايحه نخلطهم مليح. وهنا اللي تحب تستعمل باتر تستعملوا. رايحه نضيف عليهم الزيت بالتدريج وراني نخلط حتى نكملوا كميه نتاع الزيت. راح نضيف المغرف تاع الكاكاو، مغرف كبيره هنايا عندنا تاع كاكاو، ونخلط. هنا ثاني حنعطيهم لكم بالغرام اللي تحب توزن بالغرام. هنايا عندنا حنضيف الفرينه، راح نضيفوا عليها باكي تاع الخميره ورايحه نكمل الفرينه نضيفها على 2 دفعات و 3 حتى ينسجموا كامل المكونات مع بعضها. هنا حنعاود لكم المقادير. عندنا قلت لكم عندنا 115 غرام تاع الزيت، عندنا 125 غرام تاع السكر، عندنا 4 حبات تاع البيض، عندنا مغرف كبيره تاع لافاني، عندنا مغرف كبيره تاع الكاكاو اللي هي 50 غرام. وبالنسبه للفرينه عندنا كاس زائد 2 مغارف. هذه مقادير مضبوطه عطيتهم لكم. هنايا راح نضيفوا الخليط في القالب، راح ندخلوه للفرن. انا عندي هذا المول دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه وراح ندخلوه يطيب. هنايا بعد ما تطيب راح ندخلو كيردو ولا الموز. دخلي تشوفي اللي جبتيه ناشف معناتها هي طابت. هنا وهي سخونه انا عندي شوكولا تاع الطلاء سخنتها في الميكرووند ونفرغها فوق المسكوتشو. هنا التزيين كما دائما نقول لكم يبقى اختياري. زينتها هنا بالفيرميسال، كما تقدري تخليها غير بالشوكولا، راح تجي خفيفه وتجيكم هايله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا جربتوها وعجبتكم اكتبوا لي في التعليق، ما تنسونيش بالجيم. الى الملتقى مع فيديو جديد. سلام.